صباح الخير. أنا رجعت لكم عشان عايزة أكمل معاكم بقية قصتي. للأسف صوتي تعبان شوية، بس معلش عشان في مشاكل كتير قوي يعني. وقفنا آخر مرة لما قلتلكم تاني يوم حصل حاجات أصعب من كده. كنت قاعدة مع أولادي وقاعدين عادي يعني بنقرأ قرآن، متعودة ألمهم جنبي كده ونقرأ شوية قرآن مع بعض، وأدعية وأذكار عشان نتحصنهم يعني من اللي احنا فيه. في وسط ما أنا بقرأ لقيت بنتي الكبيرة عمالة تغيب عن الوعي كده زي تنام. أفوقها تنام، أقرأ أقول لها اقرأي تقرأ أو لسانها تتقل وتنام تاني. في ايه يا بنتي؟ قالت لي ماما أنا شايفة على الحيط واقف واحدة ست وجوزها وبنتها وعمالين يبصولي وبيضحكولي لابسين هدوم ملونة. قلت لها فين؟ شاورت لي على فوق السرير فوق ما احنا قاعدين. هي كانت قاعدة عكسي وانا قاعدة الناحية التانية عشان هما يبقوا قاعدين قدامي وانا بقرأ لهم يعني. قلت لها طب عايزين منك ايه؟ قلت لها بتهيألك؟ قالت لا يا ماما انا شايفاهم بيضحكولي. قلت لها طيب قولي لهم عايزين ايه. بدأت فعلا الست قالت لي الست عايزة تتكلم معاكي. كان في الوقت ده جوزي مش موجود في البيت، كان جاله مأمورية للشغل، خرج مكان يعني سافر هيقعد يومين، وكنت قاعدة أنا والولاد لوحدنا في البيت. لقيتها بتقولي أنا جاية أساعدك، أنا عارفة اللي انتوا فيه، البيت عندك فيه ناس كتير قوي موجودين جايين عايزين يؤذوكي انتي وولادك. قلت لها أنا عارفة حاجة زي كده. قالت لي أنا في ناس بعتني عشان خاطر أساعدك. جوزك بيعادي إعادة الست اللي هي عاملة لكل العمل ده، وبعد الجنود دول بيسموهم جنود ولا خدم مش عارفة. قالت لي موجودين هنا عشان يؤذوك انتي وولادك، وانا اول ما جوزك مشي من هنا في جزء كبير راح وراه عشان ما يسيبهوش. واول ما انا حسيت ان البيت بقى فيه جزء بسيط انا اقدر عليه، جيت ودخلت عشان اتكلم معاكي. قعدت تقولي بقى ان العمل موجود في البيت، وان الست دي دخلت البيت وانا مش موجودة في يوم، وجوزي فتح لها وجات ودخلت وحطت العمل في كذا مكان في البيت. فقلت لها ازاي يعني؟ قالت لي كده هي جات عشان عايزة تأذيكي، عجبتها الشقة بتاعتك وعايزة تيجي تقعد فيها، فعملت الأعمال والحاجات دي كلها عليكي بقى انتي ولادك في البيت عشان تطفشك من الشقة وهي بعد كده تاخدها. طبعا بما ان جوزي مغيب مش حاسس بأي حاجة، منساق وراها، طبعا فقد الإرادة بسبب العمل والحاجة اللي هي عاملاها له، فهيديها لها. قلتلها طيب والعمل؟ قلتلها انتي ازاي جيتي واحنا بنقرأ قرآن وما خفتيش؟ قالت لي انا مسلمة. قلتلها يعني ايه؟ قالت لي احنا في منا مسلمين وفي منا مش مسلمين، لكن انا مسلمة والقرآن مش بيأذيني. فكنت قاعدة اسمع لك انتي وولادك، وانا بقالي فترة موجودة هنا وشايفة ان انتي وولادك ناس كويسين، وان انتي طيبة بتعملي خير كتير وبتقري قرآن وبتقولي أذكار وبتصلي وما بتأذيش حد. فأنا حبيتك وحبيت أولادك وقلت لازم أساعدكوا عشان تخرجوا من اللي انتوا فيه. قالت لي أنا بحميكي على طول، مش مخليه حد يقرب منك، ده هم عايزين يأذوكي، بس أنا كبيرة في السن وليا وضع في الجان، وعشان كده ما بيقدروش يقربوا منك لأني بحميكي.
قعدت تقولي بقى أمارات عشان أصدقها. قعدت تقولي أختك كانت عندها كذا في البيت وحصل معاها مشكلة كذا، وحاجات فعلا حصلت عندي في البيت وعند أختي، وقعدت تحكي لي عليها، على اخواتي، على أصدقاء ليا. قالت لي فعلا على على حاجات كتير كتير حصلت فعلا. حسيت إن عقلي بقى مشوش ومش عارفة أصدقها ولا مصدقهاش. الموضوع كان بالنسبة لي غريب جدا، أول مرة أشوف حاجة زي كده. طبعا أنا المرة اللي فاتت حكيت لكم إن جوزي كان عليه حد واتكلم معايا، بس طبعا ما اتكلمش معايا كتير، بدأ يزعق ويتعصب من القرآن. لكن دي موجودة تسمع القرآن معانا وما حصلهاش أي حاجة، وقعدت تتكلم معايا عادي طبعا على لسان البنت، وتقول لها في واحد واقف يبص عليكوا على الباب، ده الحارس اللي سايبينه هنا في البيت عشان يراقبك. هو كان مفروض جاي هيضايقكوا، مخليكوش تناموا، متعرفوش تعملوا اي حاجة، بس انا خوفته، فهو واقف على الباب مش قادر يدخل الأوضة. وخلت البنت شاورت لي على مكانه. البنت تقريبا كانت غايبة عن الوعي، مش هي اللي بتكلمني. طيب انت عايزة ايه؟ انا مش عايزة حاجة، انا عايزة اساعدك بس. قلت لها طب وانا ايه اللي يخليني اصدق ان انت عايزة تساعديني؟ قالت لي هتشوفي، انا هفضل معاكوا على طول. جوزي كان مسافر يومين، قالت لي انا اليومين دول هفضل موجودة معاكي وهتعرفي انا بساعدك ولا لأ. قلت لها طيب ما انتي هنا بقالك شهور، ليه ما كلمتنيش؟ قالت لي اللي مع جوزك شداد قوي وكتير وانا اخاف منهم. قلت لها مش قلتي ان انتي كبيرة وليكي وضعك وبيخافوا منك؟ قالت لي اه، بس دول عدد كبير جدا، مش اي حد يقدر عليهم. قالت لي طب بصي، ناموا دلوقتي. فضلنا طبعا قاعدين في الموضوع ده للفجر. صلينا ودخلنا نام. قالت لي انا هقولك على حاجة، يمكن تصدقيها او ما تصدقيهاش. كان زوجي سافر قبلها بيوم. قلت لها طب انتي ما جيتلناش امبارح ليه؟ قالت لي معرفتش ادخل البيت. قلت لها يعني ايه معرفتيش تدخلي البيت؟ قالت لي انتي، وانا كنت يومها يوم ما زوجي سافر يعني، كان يوم في اخر الاسبوع، فانا متعوده بنضف البيت. شلت فرش البيت كله زي اي واحده ست، ومسحته وكنسته ونضفته، بس كان عندي ازازه مسك كانت جايلي من السعوديه، حطيتها في بخاخه كده، رشيت البيت كله بمعنى كله، مسبتش حاجه. نضفت الدنيا كلها، عطرت الحيطان، حتى كل حاجة عطرتها بالمسك ده. شغلت في كل مكان في الشقة سور قرآن، لأن كان أول مرة جوزي يسافر ويسيبنا، وفعلا أنا كنت مرعوبة. شغلت سورة البقرة في كل مكان، ونمت أنا وولادي. أول يوم أنام مرتاحة جدا. فقالت لي أنا معرفتش أدخل البيت، لا أنا ولا أي حد. قلت لها إزاي؟ قالت لي اللي انت عملتيه ده كان هعطي في البيت هالة ونور رباني من عند ربنا، كان مانع اي حد يدخل البيت نهائي. اي حد منا معرفش يدخل البيت. بس انا هقولك على حاجة واسألي فيها. قلت لها خير. قالت لي انا الاستاذ محمود، اسأليه. انا رحت له في الحلم امبارح ووريت له امارات، وقلت له علامات على مين اللي اذيكي، وريته شكل الست اللي اذياكي. قلت لها متأكدة؟ قالت لي اه. الكلام ده كان الصبح. كنت انا لسه قافله تليفوني، يعني مش بفتح تليفوني الصبح بدري، ان احنا كنا اجازه. ففتحت التليفون، لقيت بالفعل استاذ محمود متصل بيا اكتر من مره، ولقيت زمايلي برضو متصلين بيا، لانه هو لما معرفش يوصل لي حاول عن طريق ناس مشتركين بينا، يعني معرفة اللي عرفونا على بعض، ان هو يوصل لي. فكلمت حد من زمايلي من المقربين يعني. لقيته بيقول لي
ده أستاذ محمود اتصل أكتر من مرة وعايزك ضروري جدا. فاستغربت، فرحت متصلة عليه. قال لي انت كنتي فين؟ انا من الصبح بحاول اكلمك. قلت له خير. قال لي انا حلمت امبارح حلمين والحلمين دول يخصوكي. قلت له خير ان شاء الله. قال لي بصي انا شفت زوجك موجود، يعني حاجات تخصه موجودة، وناس بتيجي تهجم عليا. انا اول ما شفت الحاجة دي قلت لا دي تخص زوج، فقعدت شلتهم لمتهم عشان ادهم لك. لقيت ناس بتهجم عليا وبتهاجمني كتير جدا، وعمالة تحاول تسرق الحاجات دي مني، بس انا دفعت عنها جامد جدا ومرضتش اديها له. بعد كده لقيتني في بيت قاعد فيه شوية ستات، وفيهم واحدة ست هي المسيطرة في المكان، والست دي ملامحها كذا كذا. قلت له الست دي تبقى منى اللي عاملة لي العمل. قال لي ما مش عارف. قلت له طب انا هبعت لك صورة او كذا صورة عندي ليها، لو هي واحدة منهم عرفني. قال لي حاضر. رحت بعتله فعلا كذا صورة، قعد بص عليهم شوية وبعد كده رد عليا وقال لي اه الصورة دي هي اللي كانت موجودة عندي. وقال لي انا مش عارف انا حلمت بيها ليه او حلمت بيها ازاي، انا مش عارف ايه اللي جاب. انا يعني كنت عندكم من فترة وبعد كده يعني ما تواصلناش بسبب طبعا اهل جوزي رفضوا وخايفين اي حد يجي من طرفي زي الناس اللي تيجي تبقى من عندهم هم، فاحنا ما تواصلناش فترة. فمش عارف ايه اللي خلاني احلم باي حاجة تخصك. قلت له انا كمان مش عارفة. قلت له بس حصل حاجة غريبة، انا كنت عارفة انك هتكلمني. قال لي ازاي؟ قلت له في حصل كذا كذا مع بنتي، وشافت حد موجود على الحيط واتكلم معاها وقال لها ان هو زارك امبارح، ان هي يعني زارته في الحلم وخلتك تشوف حاجات تخصني عشان تكلمني. قال لي طب ازاي قدرتي تتواصلي معاها؟ حكيت له. قال لي طب كويس، لو هي انسانة كويسة هتحاول تساعدك. قالت لي على أمارة أديها الأستاذ محمود. قالت لي هو الوحيد اللي عارف الأمارة دي، قولي له حاجة مش هقدر أقولها طبعا لأنها تخصه، قولي له الحاجة دي وهو هيعرف إن أنا فعلا صادقة وإن أنا مش بكدب عليكي وإن أنا عايزة أساعدك. فعلا قلت له. قال لي دي حقيقة والأمارة دي موجودة عندي. قلت له طب شوفها، بتقولك شوفها وراجع نفسك. تاني يوم مفروض أنا كنت خارجة أنا وأولادي الصبح، حصلت حاجة غريبة جدا عمري ما كنت أتوقعها، وكانت الست دي مشتركة فيها معي. أكمل لكم الحكاية المرة الجاية، بس عايزة اللي يسمع يقول لي، أو ممكن لو ممكن يساعدني لو يعرف شيخ كبير، بس ما يكونش من اللي هما الدجالين بيعملوا أسحار وبيستعملوا الجن، حد يقدر يساعدني فعلا، لأن القصة لسه كبيرة والمشوار لسه طويل. احنا في رمضان فأخدنا طبعا استراحة الحمد لله من الجن، لكن بعد رمضان القصة هتعاود أكبر وأكبر.